السلام عليكم، أهلًا بيكم في حلقة جديدة من A Point of View. معايا النهارده حمدان وناصر، وهنتكلم عن الestate management. فالestate management ده topic كبير بيختلف من framework للتاني، في شوية حاجات في حاجات كتير مشتركة، في حاجات كتير قد تكون مختلفة، مش كتير أوي يعني، بس بتبقى بسبب الconcept بتاع كل framework. فخلّينا نجيب القصة من الأول خالص، وخلّي حمدان مثلًا يقول لنا ليه أنت محتاج state management في الapplication بتاعك. يعني إيه المشكلة إن أنا عندي variables وcomponent وprops وخلاص والدنيا ماشية معايا، ليه أنا محتاج state management وأقعد أفكّر في الpatterns والlibraries وأقعد أنقي library ومش عارف الsenior بتاعي يقول لي لأ أنت الdata flow كده غلط والجو ده كلّه. فليه أصلًا محتاجين القصة دي؟ فدخّلنا في الموضوع ده. ماشي حلو أوي. طب إحنا ممكن زي ما أنت قُلت بقى نبدأ من الأول خالص. إحنا عارفين إن كل view component هي بتmanage الstate بتاعتها بشكل كبير. كل view component ده الreactive state بتاعتها. الstate دي هي بتreflect في الview بتاعها أو بتreflect في الUI. الUI هو الdeclarative state أو الحاجة اللي الuser بيinteract معاها، ده الحاجة اللي فيها الactions واللي من خلال الactions دي ده بيحصل تاني الcycle بتاعة الreflection بتاعة الaction دي على الstate. فأنت عندك الcycle بتاعة الstate بتعرض على الview بيبدأ الuser interact معاه، يتريجر شوية حاجات تغير الstate دي. ده basically الأيديا بتاعة الone way data flow. الموضوع بيفضل لذيذ طول ما انت بتتكلم او بتمانج الستيت على ليفل الكومبوننت بتاعتك او سنجل كومبوننت. يبدا الموضوع بقى يختلف او يبدا الموضوع يبقى مش بالسمبلستي دي اول ما يبقى عندنا حاجه من اتنين. اول حاجه فكره ان انت بقى عندك كذا كومبوننت او كذا فيو معتمدين على الستيت دي، فبقى في سنجل ستيت احنا عايزين نخليها سورس اوف تروث للتو كومبوننتس دول. فالاثنين محتاجين ياكسسوا الستيت دول، والاثنين ممكن يكونوا او اكتر من الاثنين دول عايزين ينتراكتوا او يعدلوا الستيت. فانت ازاي هتمانج او ازاي تمانج الميوتيشن او تعديل الستيت دي، وفي نفس الوقت مانجنج الريدنج بتاعت الستيت دي. في افكار كتير على الموضوع، ولكن ممكن نقسم الموضوع كده تو برانشز. اول برانش هنتعامل مع الموضوع ازاي لو كانت الريليشن بتاعت الكومبوننتس دي مع بعض بيرنت تو تشايلد، بمعنى ان انت عندك بيرنت فالكومبوننت اللي تحتها او الكومبوننت محتاجه تشير معاها المعلومه دي او الستيت، او حتى تميوتيت الستيت وتنتراكت معاها. يعتبر ايه تشايلد ليها، سواء بقى كان دايركت تشايلد او في التري او في السب تري بتاعتها. الجزء الثاني هو فكره لا خلاص الكومبوننتس دي في تو ديفرنت سب تريز، الاثنين ممكن يكونوا سيبلينجز لبعض، فبالتالي مفيش دايركت كوميونيكيشن. ممكن يكون في الستيت الاولانيه كان بنقدر نتعامل مع بعض عن طريق بروبس، هبعت للكوماند دي بروبس وابدا اعمل بروب دريلنج لغايه ما انزل لتحت، ولو احتجت حاجه اميت الايفنت دي او اباص الايفنت للبيرنت لغايه ما يوصل للكومبوننت اللي انا محتاج انتراكت معاه. مشكلتنا بقى في كل برانش من البرانشز دي ان انت الكوميونيكيشن بتاعتك ازاي هتبقى efficient، وازاي تميك شور ان كل ميوتيتنج الستيت وجيتنج الستيت دي بيبقى بشكل نوعا ما بريدكتبل. فمش عارف ممكن نوصل بقى يدخلنا في الجزء بتاع هو احنا ازاي بنتعامل مع مانجنج الستيت دي لو كانت الريليشن بين الكومبوننتس وبعض بيرنت وتشايلد يعني. تمام زي الفل. يعني هو زي ما حمدان كان بيتكلم، يعني ان هي فعلا المشكله بتاعت الستيت مانجمنت هي مشكله نوعا ما مستحدثه بطبيعه الويب ابلكيشنز. دلوقتي بقت عندنا ما بقتش زي زمان ان احنا عندنا بقى بنهندل لوجيك كتير قوي في الفرونت اند. في نفس البيس اوف انفورميشن دي هي محتاجه تبقى شيرد في اماكن كتير اكروس ذا بروجكت، ودايما احنا محتاجين ان يعني المالتيبل بيسز دي تبقى بتشاور على نفس الداتا بالظبط. فهي ابسط مثال لو احنا عندنا زي ما كان حمدان بيتكلم بيرنت تشايلد ريليشن شيب ما بين الكومبوننتس دي. فاحنا مثلا آه، مش عارف مثلا عندنا في بروفايل مثلا، وفي حته معينه في البروفايل بتظهر لو الشخص ده ادمن او يعني حاجه بسيطه. فهو بتظهر بس بيزد اون يعني الستيت او الاثوريتي بتاعت اليوزر ده. فممكن حاجه زي كده تبقى بتتهندل سيمبلي ببروب. فهي احنا بنبعت يعني بروب للبروفايل مثلا او حاجه للبروفايل، وهو بيهندل الستيت دي كلها. تمام. الدنيا بتبتدي تبقى كومبلكس اكتر لما الريليشن ما بين التو كومبوننتس ما تبقاش دايركت بمعنى ان هي بيرنت تشايلد، او حتى لو هي بيرنت تشايلد بس هي ديبلي نستد تشايلد. يعني احنا عندنا الكومبوننت مش دايركت بيرنت تشايلد، هو كومبوننت جواه تشايلد جواه تشايلد جواه تشايلد جواه تشايلد محتاج ستيت معينه. فساعتها هو في سوليوشن من ضمن السوليوشنز ان انا افضل اباص الداتا بتاعتي من كومبوننت لكومبوننت لكومبوننت، بس طبعا ده مش اكتر حاجه efficient.
وبيبقى في مشاكل بعد كده ان انا لو محتاج ابديت الداتا دي، فانا محتاج ايميت ايفنت للبيرنت، والبيرنت ده يقول للبيرنت بتاعه ان الداتا دي اتغيرت، والبيرنت يقول للبيرنت بتاعه، وهكذا. ففي ستيتس كتيره في النص او كومبوننتس كتيره في النص، هي بتجت يعني هي الستيت بتعدي عليها، هي كانها بروكسي بس هي ملهاش لازمه. فده بيخلي مانجنج الستيت اوفر اول مش احسن حاجه يعني، والدنيا بتبقى كومبليكيتد ان انت مش فاهم قوي اللوجيك بتاع الجزء هنا، هو احنا ليه محتاجين ان احنا نباص البروبت. ف في سوليوشن من السوليوشنز ستيل لو هو يعني دايركت شايلد ريليشن شيبس، ان احنا مثلا نبقى بنستخدم البروفايد وانجكت. فبروفايد وانجكت ان هو بنيجي عند اول بيرنت خالص في فيو بنقول له بروفايد البيس اوف داتا دي، واي تشايلد along the way يقدر ينجكت الداتا دي عنده، فهو يقدر يستخدمها دايركت. بصراحه بروفايد انجكت انا ما كنتش بستخدمها قوي في فيو 2. ده مينلي بسبب ان هي يعني انا دايما لما ببقى بتعامل مع ستيت، فانا اكسبكت ان الستيت دي تبقى رياكتيف، فانا اكسبكت ان الستيت دي لما تتغير في اي مكان، اي حاجه بتعتمد على الستيت دي تتغير. في فيو 2 كان البروفايد انجكت ما كانتش رياكتيف، هي كانت بتباص بس الانيشال ستيت، وبعد كده لو اتغيرت هي الداتا دي مش بتجيت ابديت. ده حد يعني الموضوع ده ما بقاش موجود في فيو 3. فيو 3 بقت الدنيا تمام، بس اليوز كيس بتاع البروفايد انجكت نفسها ما كنتش بستخدمها كتير مينلي في فيو 2 بسبب الكيس دي. ف دي كلها حلول ممكن تيجي في دماغنا طول ما الريليشن شيب ما بين الكومبوننتس هي بيرنت تشايلد. بس وانس بقى ان احنا بنلاقي ان في كومبوننتس مالهاش اي علاقه ببعض، هي مش بيرنت تشايلد، هو في كومبوننت في الهيدر، وفي كومبوننت تاني في سايد بار في سيكشن تاني في حته تانيه خالص في البروجكت بيظهر اندر كونديشنز مختلفه. تلاقي بقى مانجنج الستيت هنا ابتدى يبقى اعقد بكتير. هو انا محتاج اباص داتا، ممكن افضل اباصيها مثلا للبيرنت والبيرنت يباصيها للشايلد والكلام ده كله. لا انا اكيد مش هعمل كده، عشان هو السوليوشن ده هو هيفلي بيعتمد على الاستراكشر بتاع الابلكيشن بتاعي. يعني انا لو جيت في مره قررت ان انا اشيل الكومبوننت ده من السايد بار، فانا محتاج اغير كل اللفه بتاعت الداتا دي. وحتى لو مش هغيرها ستيل، هو ده مش حاجه بتميك سنس، او مش حاجه اقدر امنتلها على اللونج ران. فابتدت تظهر بقى السوليوشنز عامه بتاعت الستيت مانجمنت، فكره ان احنا يبقى عندنا مش مجرد لوكال ستيت، احنا عندنا somehow global state. الجلوبال ستيت دي شيرد ما بين multiple components تقدر تشوفها في اي وقت، تقدر تعدل فيها، مش محتاجين يبقوا كلهم يعني تحت تري واحده. ف يعني ممكن نفكر فيها ان احنا مثلا حاجه كده زي امبريلا كبيره، هي الامبريلا دي هي فيها ستيت، واي كومبوننتس بقى تحت في التري كلها تقدر تطلب داتا من الامبريلا دي ايديت داتا في الامبريلا دي، واي حاجه بتعتمد على الداتا دي هتجيت ابديتد فيه. فدي عامه فكره الجلوبال ستيتس. هو كده كده ابتدت تظهر اكتر من سوليوشن واكتر من ميثودولوجي زي بيهندلوا الموضوع ده. ف يعني ده one من السوليوشنز. في سوليوشنز تانية ممكن برضو يعني عوض يبقى بيتكلم اكتر عن الموضوع ده. هو انا عايز يعني احنا قلنا كام بوينت كده انترستنج جدا يعني، فعايز الى حد ما اقف عليهم شويه. جميل اول جدا. حاجه البروب دريلينج. مم. البروب دريلينج زي ما انت قلت، انت كومبوننت في مكان ما عايزه ستيت that happens to be فوق في مكان ما تاني، فانت دلوقتي مضطر بالظبط. انك تقعد تباس البروب للتشيلدرن واحد ورا التاني اللي في التري كلها لغايه ما توصل للكومبوننت اللي انت عايزها. أم في اكزامبلز كتير للقصه دي، بس واحد كويس جدا انت قلته لو بتاع البرميشن. حاجه زي البرميشن ستيت، يعني اليوزر ده ادمن ولا لا. مم. بلاش ادمن، هل اليوزر ده يقدر يدوس على زرار معين او بالظبط ليه ابيليتي اثورتي. معينه عنده في السيستم، اوثورتي معينه في السيستم بالظبط. فالحاجه زي دي هتبقى لازم كل الكومبوننتس تبقى عارفاها، مش واحده مش اتنين مش بوتن هنا مش لا، كلهم يقدروا ياكسسوها في نفس الوقت ويشوفوها مع بعض. لان انت مش معقول ايه ده الفوتر عايز ادمن لسبب ما، ماشي عايز الادمن ستيت لسبب ما. طب بس دي كانت موجوده في الهيدر، طب انا بعتها له ازاي؟ فانت كان عندك بقى حل هنا، ان في حركه الناس بتعملها، بتعمل ليفتنج، تجيب الستيت دي تطلعها من الكومبوننت ترفعها لفوق في وتباسها الروت. بروب القديمه. بالظبط لغايه ما توصل بقى الروت. لو لقيت نفسك وصلت الروت ساعتها لا، الموضوع كده ما عادش شغال، لان انا وصلت الروت هروح، ما ينفعش اروح فوق اكتر من كده، لأن ده خلاص الاخر. بس في نفس الوقت عشان اوصل لاي كومبوننت تخش بعمقك تاني، يعني بتضيف تاني عشان توصل لها. فكلمه دريلنج جت من يعني
يعني ممكن الناس بتفتكر ده مصطلح وخلاص، لا هو اجى من هنا. انت حرفيا بتحفر بشنيور عشان توصل للكومبوننت اللي انت عايزها وتديها الستيت اللي انت محتاج تشيرها معاها يعني. وده بيحصل كتير قوي يعني. ده بيحصل، الناس ممكن تفتكر ده من وقت لاخر دي ايدج كيسز، دي حاجه زي كده. لا، دي بتحصل اول ذا يعني. انت كل ما تلاقي ايه ده 2 كومبوننت عايزين نفس الستيت، فاهم؟ خلاص انت وقعت في الموقف ده ولازم تلاقي سوليوشن مناسب للقصه دي يعني. فحته بقى السوليوشنز يعني السوليوشنز بتختلف على اختلاف الفريم ورك. في كل فريم ورك الى حد ما عنده الستيت مانجمنت بتاعته. بس واللي عاجبني برضو انك قلت انها مشكله مفتعله يعني، ان هو احنا عقدنا الفرونت اند ف يعني صرنا في الموقف ده يعني. بس الموضوع مش يعني، هو كله نتيجه من الفكره الاساسيه خالص اللي احنا كل شويه بنقولها في كل حلقه، ان اليو اي هو فانكشن اوف ستيت، صح؟ فالستيت دي اهم حاجه، وانا عايز اوديها هنا ومانجها هنا. فانا عايز الستيت اركز معاها كويس، تبقى في مكان سنترلايزد مثلا. ده سوليوشن ان انا احطها في مكان سنترلايزد، وكل اللي عايز يخش عليها يخش، اللي عايز يقراها اللي عايز يغير فيها. بس ده عمل مشاكل تانية. فجت بقى هنا السوليوشنز بتاعت، يعني انا اتكلم على الموضوع لحد ما كده سطحي زي رياكت مثلا. اجى فكره زي عايزين نعمل حاجه اسمها فلكس اركتكتشر. فلكس اركتكتشر دي مش رياكت هو اللي عاملها، بس الكونسبت كان موجود ان في ستيت سنترلايزد في مكان ما، واحنا بنمانج الاكسس والميوتيشنز للستيت دي عن طريق بقى، مش مهم الاي بي اي شكله عامل ازاي. يعني مثلا ريدكس كان انت عندك الى حد ما حاجه اسمها ريديوسر، فده ده اللي بيديك اكسس على الستيت. طبعا هو اسمه فانسي ريديوسر ومش عارف ايه، بس هو الموضوع مش هو جيتر يا جماعه. بالظبط. محدش ف ريديوسرز دي في فيو هتلاقي اسمها جيترز، او هتلاقيها على حسب يعني، حسب بنتكلم عن انهي فيرجن كمان من فيو يعني. وفي نفس الوقت الميوتيشنز الى حد ما هي لا ثابته اكروس الناس كلها، ان انت بتميوتيت الستيت فانت لازم تكول ميوتيشن ومش عارف ايه والجو ده. طيب ليه انا يا عم انا عايز فاريبل اقرا اسيت فيه وشكرا، صح؟ ايه الصعب في ده؟ ايه المشكله في ده؟ فحاجه زي كده ده بيسموها اللي هو ملهاش اسم قوي يعني، بس يعني ده كده اكسس للستيت مش فيدريتد، مش مانجد، مش. فهتقع في مشكله مثلا ان انت كان عندك مثلا اليوزر لوجد ان، فجاه بقى لوجد اوت، وعندك 30 كومبوننت بيأكسسوا اليوزر ستيت وكلهم يقدروا يغيروا فيها. انهي واحده اللي عملت القصه؟ فانت بقى هتفتح الديباجر بتاعك، صح؟ تقعد تدور كونسول لوجز كل حته عشان تعرف مين اللي عملت القصه دي. فدي نتيجه بسبب الحوار ده. فالقصه هنا ان احنا لما نintroduce زي مانجمنت لاير فوق القصه دي، انا دلوقتي اقدر اعرف انهي كومبوننت ست الستيت بان انا انترسبت الميوتيشن ذات نفسها. فانا اقول بالظبط. انتوا لو عايزين تغيروا الستيت لازم تتكلموا السنترلايزد بليس ده، عاده اسمه ستور. والسنترلايزد ستور هو ده اللي بيمانج السيتنج وحتى الاكسس. يعني انت ممكن تعرف انهي كومبوننت اكسس الستيت دي، وممكن تعرف انهي كومبوننت برضه بتسيت الستيت دي. فدي لا الكونسبت يعني ان جنرال. وفي فيو احنا عندنا كذا، يعني في كذا طريقه احنا ممكن نمبلمنت القصه دي في فيو، سواء فيو 2 او فيو 3. يعني القصه دي مش، انت مش عايز لايبرري مخصوص عشان تعملها، انت ممكن تقضيها. يعني اصل الموضوع كله هو عباره عن ايه؟ ستيت وايفنتس. ايفنتس بتميوتيت الستيت، او ايفنتس بتبروبيجيت التشينج بتاع الستيت على حسب انت عايز موديلها ازاي، و سيترز للستيت. بس ده اللي انت محتاجه عشان تمبلمنت حاجه زي كده يعني. ففيو اعتقد بدا، يعني دي كانت من الحاجات الاساسيه. فيو بيحاول ما يعملش حاجات كتير يعني. فيو مش عايز يبقى زي انجلر يقول لك انا عندي لايبراري لكل حاجه، صح؟ لا، هو بيحاول يركز على الكور كونسبتس لاي ديفلوبر هيكعبل فيها ولازم يتعامل معاها، ومش عايز يسيبه للثيرد بارتي سوليوشن ممكن ما يكونش مناسب، او يعني عشان مثلا الايكو سيستم ما كانش كبير قوي ساعتها يعني. فاللي حصل ان طلع لنا لايبراري اسمها فيو اكس، واللايبراري دي بتمبلمنت الفلكس اركتكتشر بالظبط. يعني زي ما يعني على فيو 2 كانت بتمبلمنته بالظبط، من ناحيه ان انت عندك ميوتيشنز. فانت بتديفاين ستور الاول، بتقول انا عندي ستور اسمه كارت مثلا، اي كوميرس. فكارت، الكارت دي فيها ستيت اسمها ايتمز، كارت ايتمز. فانت ديفاينت القصه دي، اوكي. فانت بتديفاين بقى الجيترز، ايه اللي كومبوننتس ينفع تاكسسه بالستيت دي. كومبوننتس ما ينفعش تاكسس الستيت على طول، ينفع بس يعني بلاش. ف
فبتعمل لها جيترز، او في عالم رياكت بيسموها ريديوسر. فالريديوسر ده بيكسبوز، خد اللي هي ايه المعلومه دي هي اللي تنفعك، مالكش دعوه بالباقي الستور. لو هو مش اكسبوز يبقى انت مالكش اكسس عليه، فما توجعش يعني، ما تقعدش تفكر في الموضوع. فانت بتكسبوز اللي انت الكومبوننتس قد تكون محتاجها بس. فبنكسبوز الايتمز مثلا، فانا هعمل جيتر اسمه كارت ايتمز او برودكتس او ايا كان، واخليه اكسس يجيب الستيت، والستيت اكسس منها الايتمز، وهكذا. اعمل حاجه، اعمل بقى ميوتيشنز على حسب بقى انت عايز تموديلها ازاي. يعني الموضوع هنا ما فيهوش صح وغلط. انت ممكن تعمل ميوتيشن اسمها سيت ايتمز، صح، وتست كل كارت ايتمز مره واحده لو انت حابب الاميوتابل ستايل اوف بالظبط. ميوتيشنز بس. او لو انت حابب بقى تبقى الموضوع يبقى اتوميك ميوتيشنز، زي مثلا هتقول اد ايتم، دي ميوتيشن اسمها اد ايتم، في ميوتيشن اسمها ريموف ايتم، في ميوتيشن اسمها ابديت كوانتيتي، في ميوتيشن اسمها مثلا ابديت ايتم. فانت بتعمل حاجات صغيره كده بسيطه من يعني حوالين الميوتيشنز بتاعتك، بحيث ان انت دول بس الكومبوننتس تقدر تتفاعل معاها مع الستيت. ما فيش كومبوننت تقدر تغير لي الايتمز كلها. يعني انت فجاه مش هتلاقي الايتمز كليرد من نفسها، لا، في كومبوننت كولد ميوتيشن وعملت حاجه ما كانش المفروض تحصل او حاجه زي كده يعني. ومن خلال الديف تولز تقدر تشوف كل الكلام ده. فانت بتفتح فيو ديف تولز، بيقول لك الكومبوننت دي عملت الميوتيشن دي، فانت تقدر تتراك كل اللي حصل، تقدر تتراك كل حاجه. فده يعني الاوفر فيو بتاع فيو اكس بيدينا ايه، وانت بتموديل الستيت بتاعتك ازاي، بتموديل الاكسس عليها ازاي، بتموديل ميوتيشنز عليها ازاي. بس يعني دي البدايه بس. فخلي حمدان مثلا يكمل وياخدنا في النقاش ده. ماشي، حلو قوي. انا مبسوط ان احنا يعني عارف اللي هو رحنا على طول للمشكله الاساسيه، هو فكره احنا الستيت. يعني اكشلي لما كنا بنبص على السمبل سوليوشنز اللي ممكن تحصل بدل موضوع فيو اكس والستيت مانجمنت تولز، خلاص فيو 3 بقى بتديك، او من اول اكشن فيو 2 كمان الرياكتيف ستيت دي بقى انت تقدر تعمل نفس الموديل. انت عندك حاجه رياكتيف، الحاجه الرياكتيف دي بما ان فيو او مجرد ما انتديوس موضوع الكونفرزيشن اي بي اي، مانجنج الستيت او مانجنج الرياكتيف ستيت دي بقت حاجه ممكن نطلعها بره، مش حاجه كابلد بكومبوننت نوعا ما. فانا حاسس ان يعني نوعا ما برضو من الحاجات اللي في فيو على عكس الناس الثانيه او عكس اخواتنا التانيين، ان هي اديتك الفلكسبيليتي دي. مانجنج الستيت دلوقتي يعني عارف اللي هو بتقول لك انت مش محتاج تعمل حاجات كتيره، بقول لك انت عندك رياكتيف ستيت، انت نفسك في حاجه لما ترفلكت او لما تغير تسمع في كل الاماكن، خد رياكتيف، ورياكتيف دي انكابسوليت فيها كل الستيت وكل الميثودز والحاجات اللي ممكن تميتيت الستيت ديت باي شكل من الاشكال. وانت بشكل كبير خلاص مش محتاج اكتر من كده. يمكن بقى يعني تكمله على موضوع في اكس، هو يعني الناس بدات تاخد منه فيرجنز او بدات تسحب منه حاجات، من ابسطها الموضوع بتاع بينيه. فهم جم في ات سام بوينت كده قال لك بقول لك ايه، موضوع في اكس ده احنا شايفينه ممكن يتهندل بطريقه تانية او باركتكشر مختلف، فتعالى ناخد فيرجن من فيو اكس. اكشن انا فاكر ان هم خدوه من فيرجن فيو اكس 5 تقريبا. فهي دي اللي غالبا الفيرجن اللي قالوا خلاص من اول دلوقتي انا هاخد فيو اكس او نفس الايديا اللي كنا بنتكلم فيها موضوع الفلكس فريم ورك، وهبدا اكستنده واتعامل بيه نوعا ما فريم ورك تاني. يمكن برضو من الحاجات اللي يعني ممكن بقى نقعد نتكلم فيها في اختلاف بين فكره طب ما ليه اروح يعني ليه استخدم فريم ورك على عكس ان انا ما استخدم رياكتيف فانكشن او استخدم نوعا ما رياكتيف ستيت. مش عارف انت رايكم ايه في الموضوع، ولكن انا كان بالنسبه لي التريد اوف بس فكره ان الستيت مانجمنت نوعا ما لو انت مش عارف اللي هو كانه ايزي فريم ورك كده، هو بقى عندك تقدر تستخدمه. فكره مانجنج الستيت بشكل دايركتلي يوزنج رياكتيف او كده اتس فاين، كده كده هتديك 100% الفلكسبيليتي 100% اللي انت عايز تعمله. معرفش دي برضو فكره ان انت تستخدم ده، وده بيكون بيرفلكت في حاجه زي الديف تولز. هتلاقيهم بقى اخدوا موضوع رياكتيف ده وحطوا فيه شويه لايرز كمان فوقيها، مثلا موضوع الهوت موديل ريبليسمنت، السيرفر سايد ريندنج سبورت، كل الكلام ده. فهو يعني البيزك ايديا فكره ان انت تقدر تعمل نفس فكره الستور او الستيت دي بقت فيو بتديها لك اوت اوف بوكس، ويمكن على عكس الفريم وركس ثانيه سهل ان انت تمانج. والناحيه الثانيه خد نفس الايديا بتاعت الرياكتيف ستيت دي وبيلد عليها بسمبل موديل، سواء بقى فيو اكس او بينا باكسترا سبورت او اكسترا نوعا ما فيتشرز يعني. مش عارف ممكن ندخل في تفاصيل اكتر لا، ولكن برضه انا مبسوط قوي ان احنا كمان نطلع حته الستيت دي، لان كان من ضمن الانتي باترنز الكتيره في فكره مانجنج الستيت، او زي ما كان عوض بيقول انت دلوقتي ميزه الستيت مانجمنت او الاختراع اللي احنا بنحاول نعمله طريقه يعني الاكسس والابديت بتاع الستيت دي بقى بشكل بريدكتبل. انا بقيت عارف مين اللي دخل عدلها. مشكله مثلا حاجات زي لما كنا بنتكلم فيها في فيو 2 زي ايفنت باس، لا هو الحاجات كانت
شبه فكره كده انجكت بروفايد. هو انت بتعرف ايفنت باس والناس بعد كده تقدر تلسن عليه والناس تقدر تغيره. انا مش قادر امسك مين اللي غير ده، مش قادر اكونترول الفلو نوعا ما بتاع الحاجات دي ابديتد ازاي او الريفلكشن بتاعها عامل ازاي على الستيت، مين غيرها ومين بيلسن عليها والكورليشن بتاعت الستيت دي. يعني زي ما كنا بنتكلم انا مش قادر اربط الستيت بالاكشوال كومبوننت او الاكشوال يو اي، فقادر اديتكت الفلو بتاعها كان عامل ازاي. فده برضو سريعا كده على فكره، هو يعني تكمله على اللي كنا بنتكلم فيه على فكره الستيت مانجمنت از جنرال، وفي نفس الوقت الميزه اللي ادالنا فيو اكس او يعني ادالنا فيو اوفر بقى الحاجات التانيه. هو في حاجة كانت انترستنج انت برضو جبتها في دماغي وانت بتتكلم ان انت ذكرت دلوقتي ان احنا ما عدناش يعني مع فيو 3 او مش بالظبط فيو 3، يعني كان ممكن تعملها بفيو 2.7 تقريبا. ففي عندنا اللي هم الرياكتيف بريمتيفز اللي هم بالظبط. ريف ورياكتيف وكمبيوتد والقصه دي كلها ممكن خلاص ما عادوش يبقوا اسوسييتد بكومبوننت. فده بيفكرني بكذا مشكله اصلا، يعني وانا شغال على في فاليديت وانا شغال على حاجات حوالين القصه دي. يعني ساعتها في فيو 2 والنقله لفيو 3 ده خلاني افكر في حاجه، ان احنا كان عندنا كذا مشكله وكلهم كان نفس الحل بتاعها state management library vuex. ده يعني فاهم في يعني مثلا انا واحد عندي 2 كومبوننت عايزين نفس الستيت vuex ده الحل ماشي. طيب انا عندي انا عايز ستيت ملهاش دعوه بكومبوننتس، ما في يعني كومبوننتس هتمبورتها بس هي بعيده عن يعني انا ما اعرفش اصلا مين الكومبوننتس اللي هتمبورتها اصلا. يعني دي كان مشكله مثلا في فاليديت. عندي ستيت عايز اخليها رياكتيف بس ما ينفعش اخليها رياكتيف لما تبقى في كومبوننت، فانا كده مضطر استعمل كومبوننت اي بي اي واعمل هاير اوردر كومبوننت عشان اكسبوز الرياكتيف ستيت. وده اللي حصل في في فاليديت في 3 للناس اللي استعملته. فالمشكله الرئيسيه اللي هنا ان ايه الحل لحاجه زي كده؟ فيو اكس برضه فاهم يعني. كل ما طيب انا عايز فعلا ستيت. انا دلوقتي امتى اقول فعلا انا عايز ستيت مانجمنت سولوشن؟ يعني احنا عندنا سبيكترم اهو ما بين ريف او رياكتيف واكسبورتو خلاص الدنيا عايمه. وفي نفس الوقت عندي بقى ان انا اعمل ميوتيشنز واعمل مش عارف ايه واعمل الجو ده كله واحطه في يعني استعمل فيو اكس او استعمل بينيا مثلا. ففي سبيكترم كبير هنا وانا حابب مثلا نتكلم اكتر في القصه دي يعني. بس قبل مثلا يعني خلي ناصر مثلا يكلمنا في النقطه دي. بس الاول كده في حاجه حابب يعني افكر فيها برضو معاكم اللي هي ماشي. دلوقتي احنا ده ريف ورياكتيف، فقبل كده الحاجات دي ما كانتش موجوده صح؟ احنا ما كانش عندنا اوبشن تاني اصلا. ما فيش اوبشن ان انت يبقى عندك ستيت طايره مع نفسها كده، ده ما كانش موجود. فدلوقتي ده بقى موجود وده فتح اوبورتيونيتيز كتيره قوي. بتاع مثلا ان انت خلاص طيب انا ممكن اعمل فانكشن هوك كاستم هوك على كلام بتوع رياكت مثلا، او عندنا اسمها كومبوزابل لسه محدش عايز يديها اسم صريح. خلاص يا جماعه نمشي ورا احنا كلنا فاهمين هي ايه بس ملهاش اسم. كلنا فاهمين هي كومبوزابل لحد ما ده اللي شفت ناس كتيره بتقولها. بس يعني انت عندك كومبوزابل خلاص انا هديفاين فيه شويه رياكتيف ستيت وهديفاين فانكشنز هي اللي تمانج الاكسس بتاع الستيت دي. يعني مثلا الكارت اكزامبل هعمل كارت رياكتيف اري مثلا او رياكتيف ريف مش فارقه وهبوش الايتمز فيه خلاص ده رياكتيف كده. لو انا رجعت الستيت دي كل كومبوزر تقدر ترندر الايتمز. طيب انا عايز اخليها ريد اونلي واعملها كانها ريديوسر مثلا استعمل كومبيوتد. طيب انا عايز اخليها مش عايز اعمل لها جيتر وعايز اكسبوز زي ما هي بس مش عايز حد يقدر يغير عليها استعمل ريد اونلي. طيب انا عايز ان انا اكسبوز مش عايز حد ياخد الاري ويبوش ويسبلايس ويعمل اللي هو عايزه فيه صح. خلاص ما كده انت معاك بقى الداتا ستراكشر نفسها اعمل فيها اللي انت عايزه. انا مش عايز ده. طيب اعمل الفانكشنز بتاعتك اللي هي اد ايتم ريموف ايتم ديت كوانتيتي وهكذا اكسبوزهم. ساعتها اللي بيستعمل الكومبوزبل بتاعك ده لازم يستعمل الفانكشنز دي عشان يغير في اي حاجه تانية. وممكن تقفل بقى كل حاجه تانية بريد اونلي وخلاص. فانت بقى عندك التول ان انت تبيلد الاي بي اي بتاع فيو اكس او بتاع اي حاجه وبقى عندك حتى فاين جريند كنترول على قد ايه انت عايزه ريد اونلي وقد ايه انت عايز منه يبقى ريد اونلي وعايز قد ايه منه يبقى رايتابل يعني. يعني الموضوع فتح جامد يعني. فده خلى ناس كتير تقول مثلا اللايبريز دي مالهاش لازمه. بس مش عارف ايه رايكم. فخلينا مثلا ناصر يعني خلينا نبدا كده معاك. تمام زي الفل. هو فعلا في فيو 3 او من اول زي ما احنا كنا بنقول من 2.7 هي الستيت نفسها احنا لما بنديفاين ستيت بريف او رياكتيف هي اجنوستيك
عن هي مين اللي بيناديها. هي كل اللي بيعمله ان في فانكشن بتناديها، فهي بتراك الفانكشن دي كديبندنسي. الفانكشن دي بقى كانت في كومبوننت، في 2، في 10، في ستور تاني، انا مش مهتم، هي دي الديبندنسي بالنسبه لي. ف... فانا لو جيت في اي فايل فاضي اسمه يوزر دوت جي اس، وعملت ريف يوزر، وعملت له اكسبورت، عملت له امبورت في كل حاجه، فانا خلاص بقى عندي جلوبال ستور في اليوزر، واقدر استخدمه في اي مكان. تمام. هي يعني مانجنج الستيت عامه، او ان احنا نبقى بنعمل حاجه جلوبال، هي زي ما هي بتسهل علينا حاجات كتير قوي، هي بتكمبليكيت حاجات كتير قوي. بمعنى دلوقتي احنا لو عملنا هي جلوبال اوبجكت هو الستور مثلا، فالستور ده هنلاقيه تقريبا مستخدم في كومبوننتس كتير قوي بشده في الداشبورد، او في الابلكيشن بتاعنا عامه. فتيجي بقى مشكله تانية، بان انت محتاج تديبج، وانا هديبج ازاي الستيت اتغيرت؟ فاهم قصدي؟ آه، في هنا بيهيفير غريب بيحصل، بس انا مش عارف هو مين اللي غير في الستيت دي. وانا لو بستخدم الرياكتيف بريمتيفز دايركتلي، فانت ما عندكش كنترول قوي اوفر مين، يعني ما فيش فيزيبيليتي قوي اوفر هو ايه اللي حصل هنا. وده الحاجه الاكسترا اللي ممكن تبقى بتقدمه حاجه زي بينيا مثلا، او اي ستيت مانجمنت تول. فكره ان بقى ان بيبقى فيه في الديف تولز نفسه السبورت بتاع الكلام ده كله، ان انت بتبقى عندك فيزيبيليتي اوفر هو ايه الميوتيشنز اللي حصلت، مين اللي غير ايه الاكشنز اللي حصلت، وهكذا. ففكره بعد كده ان لو في اي حاجه بتحصل، فكره الديباجنج نفسها بتبقى اسهل كتير. تمام. لكن لو مثلا انا في ستيت معينه انا عارف ان هي ما بتستخدمش غير في 2 3 كومبوننتس في حته معينه في الابلكيشن بتاعي، فانا حاسس ان انا ممكن ابقى بعملها عادي جدا برياكتيف بريمتيفز، وانا مش محتاج فعلا ان انا يعني ابقى بغير فيها، لان حتى لو حصل فيها مشكله انا الديباجنج بتاعها هيبقى سهل. سو فار عامه، يعني عن نفسي من تجربتي الشخصيه، انا ما احتاجناش خالص ان احنا نبقى نستخدم اي ستيت مانجمنت تول، سواء بيني او اي حاجه في الشغل. يعني هو فعلا احنا بنديفاين رياكتيف بريمتيفز. هو في فايل بيبقى فيه البريمتيفز بتاعتنا، وبعدين تعمل زي كومبوزبل برضو، ان انت بتكسبورت بس الفانكشنز اللي هت انترفيس مع الداتا دي، وخلاص. يعني احنا بنتعامل مع دي خلاص كده جلوبال ستيت شيرد في كل الكومبوننتس، اقدر استخدمها دايركت. تمام. ويعني انا شايف ان الديباجنج بتاعها ممكن يبقى يعني تشالنجينج اكتر، حاجه بسيطه، بس ستيل هو تقدر تعمله. يعني انا عامل الميثودز بتاعتي اللي بتميوتيت الداتا، فانا بكل بساطه هكتب ديباجر في الميثود دي وخلاص، وانا هفتح الابلكيشن، اشوف في الستاك تريس، اشوف مين الكومبوننت اللي نادى الميثود دي وخلاص، وانا ابقى فاهم ايه اللي اتغير هنا بسبب ايه. فهي من اول فيو 3، ومن اول الانترودكشن بتاع الموضوع بتاع الاكتيف بريمتيفز، الموضوع ما بقاش ماست. يعني هو ستيل ستيت مانجمنت سوليوشنز هي بتوفر حاجات كتير، بس مش ماست زي اما كان ايام فيو اكس، ان انت ما عندكش اوبشنز تاني. انت فعلا انت ما فيش طريقه تانية تهندل بيها الجلوبال ستيت غير انك تبقى عندك فيو اكس ستورز. ده مش الحال حاليا. فده رايي عامه عن فكره ان احنا امتى نبقى نستخدم يعني بينيا او اي ستيت مانجمنت سوليوشن، او ان احنا نستخدم رياكتيف بريمتيفز. انا شايف ان انت ما تستخدمش بينيا غير لو انت فعلا محتاج تستخدمه، لان في اغلب الاحيان لو انت يعني غالبا مش هتبقى بتحتاجه قوي. طيب وحمدان ايه رأيك في النقطة يعني دي؟ متفق مع كلام ناصر. حاسس بس يعني حاسس بس ان الموضوع بيند اب ان انت عندك لاير اوف ديفرنشيشن كده، محتاج تعرف at some point هو انت محتاجه ولا مش محتاجه. وانا في رايي مش حاسس ان في مشكله انت تميكس بين الاثنين. اتس فاين ان انت تبقى توصل ليوز كيس انت محتاج بينيا، او محتاج اللاير اللي بينيا بيقدمها، او اي حاجات تانية بتقدمها. احنا يمكن برضو ذكرنا جزء منهم، ولكن ناصر برضو منشن موضوع مثلا الديباجنج بتاعها. فكره ان انت عندك تايم لاين، او يعني تايم ترافل ديباجنج بيحصل ريفليكشن بتاع ده كمان مع السبورت القوي مثلا بتاع فيو. فكره ديباجنج ومانجنج الستيت، وزي ده بيرفلكت في الستيت. عارف اللي هو ايه، انت بتاخد كانه، انا بحس ان هو وان باكج كده بتسمع مع بعض، او بتساعدك انت نوعا ما تساعد يعني عارف اللي هو ايه، بترفلكت الحاجات مع بعضها. متفق بس برضو في نقطه تانية، وهي فكره ان مش كل اليوز كيسز اول ما يبقى عندك زي ما كان عوض بيقول في الاول، عندي تو كومبوننتس محتاجين يشيلد الستيت مع بعض، يلا يا جدعان في اكس او يلا بينيا. لا، انا حاسس ان انت بقى عندك الاوبشن نستخدم يعني نوعا ما رياكتيف بريمتيفز، روح استخدم رياكتيف او استخدم ريف، واعمل كومبوزبل على جنب واستخدمه.
at some point it's fine بالنسبه لي، او at least ده برضو اللي انا حاسه. it's fine انت تستخدم بنية او يبقى عندك جزء من البروجكت ان يكون في بنية. حاجات مثلا زي يعني يمكن برضو يعني مش حاجات قوي هتفرق معاك، ولكن كانها انا بحس ان هي ايزي سوليوشن. برضو ميزه بنية او ميزه يعني especially بنية عن فيو اكس ان الاي بي اي بتاعها بقى ابسط بكتير من فيو اكس. فيو اكس الموضوع برضو بقى يعني كان فيه شويه كومبليكيشن، ولكن الموضوع بقى دلوقتي بقى بيزك خالص. اللي ناصر كان بيشرحه دلوقتي حرفيا اللي انت بتعمله في رياكتيف بريمتيفز هتاند اب ان انت عندك ستيت وعندك اكشن او حاجه بتغير او بتميتيت الستيت ديت، وعندك جيترز. فانا حاسس ان جزء من الموضوع اتس فاين، يعني الريفليكشن بتاع الرياكتيف بريمتيفز دي موجود في بنيه، بلس الاكسترا سبورت اللي انا هاخده يعني اوت اوف بوكس او مش اوت اوف بوكس، كده هتدفع الكوست بتاعت يوزنج بنيه دي. ولكن برضه ستيل انا حاسس برضه هم ميزه برضه موضوع في فيو 3 ان هو بنيه او غيرها من الفريم وركس او اكشلي فيو اكس يعني بقى موديولار باي ديزاين، بمعنى ان هو فكره انت قلقان ان فكره الستيت دي تكون حاجه جلوبال وبترفلكت، وفكره باندل سبليتنج والريفليكشن ده على البرفورمانس، وعايز الستورز دي تبقى سكوبد في حته معينه وهكذا. ستيل ده انت بتاخده اوت اوف بوكس. بس يعني اوفر كده عشان ابقى يعني سمرايز اللي انا كنت بتكلم فيه، اتس فاين استخدم رياكتيف ستيت، واكشلي في يوز كيسز كتيره مش محتاج فيها بنيه ولا محتاج الاوفر هيد اللي بتدفعه. فحسيت ان في اوفر هيد او فكره ان في كومبوننتس كتير قوي معتمده على الستيت دي. ممكن اقول اصلا محتاج تريفيزت تاني الاركتكشر بتاع الكوميونيكيشن بتاع الحاجات بتاعتك، ولكن ساعتها اتس فاين تعالى استخدم بنيه وخد الاوت اوف بوكس سوليوشنز يعني. بس فده اللي حاسه برضه. هو بخصوص بس البوينت بتاعت الاي بي اي اللي انت كنت بتتكلم فيها يا حمدان بتاعت بيني، تمام. هو فعلا يعني انت لو محتاج تستخدم بيني اوفر ان انت مثلا تبقى بتستخدم رياكتيف بريمتيفز، هي بيني بتوفر يعني يا اما اوبشنز اي بي اي اللي هو بيبقى فيه الميوتيشنز والجيترز والكلام ده كله، او في اللي هو الاي بي اي اللي هو السيت اب اي بي اي. فده حرفيا انت هتبقى نفس الكود اللي انت كاتبه للرياكتيف بريمتيف الكومبوزبل بتاعك، نفس اللوجيك نفس كل حاجه، هتروح عامل له رابنج بس جوه فانكشن ديفاين ستور. فالموضوع هيبقى بسيط فعلا. بالظبط. انت بس انت بتنادي ميثود واحده بقى عندك خلاص الحاجات بتاعت الديباجنج وعندك كل الفيتشرز بتاعت بينيا، بس لو انت محتاجها فعلا. انا برضو في حاجه تانية فاكر انا يعني اكشن ما استخدمتهاش بايديا، ولكن كنت قرات عنها في بيني ان هي كمان بقت بتديك كده كانها كاستم هوكس جوه الفلو بتاعها. يعني انت بقى عندك موضوع البلجنز في بيني ده، فانت حاجات مثلا من الحاجات الكتيره اللي انت ممكن تكون محتاج تعملها ان هو بيقول لك ايه، انا عندي جلوبال كونفيجريشن او جلوبال يعني فاريبلز، عايز كل الناس اللي تحت تكسبوزد. ده بقى سهل شويه في بيني. انت خلاص انت ممكن تعمل بلجن وتنجكت فيها الجلوبال ستيت دي او المعلومات اللي موجوده، وتقدر كمان تهوك يعني عارف اللي هو ايه قبل ما الميتشن دي تنادى انا عايز اعمل حاجه كبريلي. م- فبرضه انا حاسس ان هو ستيل هي عارف اللي هو ايه، هي بتكستند، هي واخده كده كده البيز النيتف بتاعها هو رياكتيف بارامترز وبتكمل عليه. بس برضه من الحاجات القويه موضوع البلجنز. يمكن مشكلتي الاساسيه ويمكن برضه عوض هيكلمنا عنها اكتر، هو فكره بقى بنيه وفيو اكس والتحويل بتاع يعني استخدام الاثنين، وقد ايه نوعا ما المايجريشن بتاعهم او بينهم سهل. لان انا يعني احنا اكشلي في نيست واج احنا لسه بنستخدم فيو اكس، وستيل عندنا يعني لسه ستيل عندنا تشالنجز في فكره المايجريشن اصلا عامه في فيو 3 وكده. ففكره الاوفر هيد كمان بتاع طب تعالى نشوف بينيا والسويتشنج بينها، طب الاوفر هيد يعني البنفيت اللي هناخدها والاوفر هيد اللي هندفعها عامله ازاي. فمش عارف عوض انت ايه رايك؟ أم... طيب هو عموما انت هتعاني في الميجريشن يعني مفيش بث صريح او سهل الموضوع ده، ويمكن ده الحاجات اللي انا متضايق منها الى حد ما، يعني مضايقاني شخصيا. لان اولا انا بس ما بستعملش الست يعني، طبعا فيو 2 كنت بستعمل فيو اكس طول الوقت عشان زي ما احنا قلنا مفيش اوبشن تاني، ما عندكش، مفيش حبيبي انت يعني مش هتعرف تعمل حاجه. فالفكره ان احنا عندنا رياكتيف بريميتيفز ونقدر نستعملها في الكلام ده، فخلى ان انا اصلا محتاج بنيه وفيو اكس او ايا كان. انا ما استعملتهمش خالص من ساعه ما في 3 طلع الصراحه يعني. ما جربتش اعمل يعني بنيه ستور، كنت بعملها اكزامبلز للناس اللي كانت عايزه اكزامبلز للفي فاليديت، لكن انا نفسي عمري ما استعملتها ان برودكشن ولا حتى فيو اكس. لان فيو اكس الاي بي اي بتاعه يعني انا لاحظت في حاجه كذا حاجه. اولا هم كانوا حوار الميوتيشنز واضح ان كان مضايق ديفلوبرز كتير ان انت تعمل ميوتيشن مخصوص لدرجه انهم شالوها. قال لك مفيش ميوتيشنز، عايز تعمل ميوتيشن اعمل فانكشن والفانكشن تغير الستيت بتاعتك وشكرا. طيب فانا دلوقتي هنا بقول طيب احنا كده بنبعد اكتر. هو لسه فلكس اركتكتشر بس في نفس الوقت
ماشي دي كانت بتفيدريت الاكسس بتفيدريت الميوتيشن بتاع تغيير الستيت وكده يعني. بس هي لسه عندنا البنفيتس بتاعتها زي ما ناصر قال، احنا لسه عندنا بنيا بيقول لك الكومبوننت دي اللي عملت الحوار ده، هي اللي غيرت الستيت دي. بس انا برضو في نفس الوقت بفتكر يعني مثلا من اول ما بدات شغل مثلا في اخر ايامي مثلا في روباستا، بعد كده في رسائل قاعد انا يعني هنا اي كوميرس وهنا يعني اب في رياكتيف ستيت كتير طايره وحاجات زي كده، والاثنين عايزين ستيت مانجمنت اكيد طبعا. بس طبعا عشان الحاجات شغلي في روباستا كان محتاج فيو 2 فكان عندي فيو اكس. بس في حاجه عمري ما عملتها، يعني مش عمري ما عملتها، بعملها اقول مره كل قمر احمر فاهم يعني، اللي هو ان انا افتح فيو ديف تولز واشوف ايه اللي حصل في الستيت. دي ما حقيقة. بعملش حوار ده الصراحه. ما يعني هي ديف تولز فيو ديف تولز جميله جدا كل حاجه، هي اللي ناس كتيره قلدتها زي رياكت وغيرهم لما شافوا اداء كويسه. بس في نفس الوقت انا ما بفتحهاش. يعني ايه اللي غير الستيت؟ ما اكيد الكومبوننت اللي انا لسه عاملها دلوقتي، الاكشن اللي انا لسه عاملها هي اللي غيرتها. فالى حد ما الموضوع كله نارو داون جامد جدا ان انت تباج الستيت. طبعا في كيسز لو انت حرفيا مش فاهم ايه اللي بيحصل، لو يا جماعه انا مش فاهم ده بقى، لو عندك بقى ريل تايم داخل في القصه وعندك مش عارف ايفنتس اكسترنال جايه وحاجات زي كده، فممكن تبقى مفيده. بس في نفس الوقت يعني بقول يعني مش اللي هو مش حاجه كونسول لوج ما تعملها لكش الصراحه يعني. طبعا يعني دي تكسبك منها، بس يعني كونسول لوج على ديباجر ستيتمنت خلاص انا فهمت اللي بيحصل. لان اللي انا دايما بلاحظه ان انا مثلا خلاص في ستيت انا مش فاهم ايه اللي بيحصل فيها، فبخش ارمي ديباجر ستيتمنت هناك. طيب ما انا اوريدي عارف انا المفروض احط ديباجر ستيتمنت فين، انا استفدت ايه من الفيو ديف تولز واستفدت ايه من الديباجنج لاير ده. فقلت خلاص يعني ملوش لازمه، وجربت في شغلي في رسائل ان انا ما استعملش ستيت مانجمنت خالص والموضوع ماشي. يعني ما فيش جالي بج اللي هو قاعد اليوم كله بديبج ستيت اللي بيحصل فيه، ما حصلش صراحه يعني. وانا متاكد ده بيحصل مع يعني انتوا اكيد الاكسبيرينس بتاعتكم الى حد ما مشابهه يعني. as you work more with view the less you need ما بتفتحش. انا بقيت بقفل الديف تولز تحت خالص اصلا لان كل حاجه بريدكتبل صح، ما فيش حاجه قوي يعني تبقى اوت اوف اوردر الا لو انت بتبلد حاجه غريبه يعني. بس يعني بالعوده يعني انا بعدت شويه عن حوار المايجريشن، بس بالعوده الموضوع لان هو بيتاتش عليه شويه ان هو بنيه، عشان برضو الناس اللي فاهمه احنا بيقولوا هم بيتكلموا عن بنيه إن ليه انا دورت على بنيه وطلعت انا ناسا، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل هنا. فكان عندنا فيو اكس ده الستيت مانجمنت اللي كان فيو جي اس بيريكومندو اوفيشالي صح. بعد كده عندنا بنيه، وبنيه بقى ده ريكومندد بعد فتره. فمعنى كده طب لو انا شغال بفيو اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، مايجريت. يعني انت لو انت فالسؤال هنا انا بالنسبه لي انت تمايجريت لايه؟ تمايجريت لرياكتيف بريميتيفز ولا تمايجريت لبينيا مثلا؟ فهنا انت محتاج تقول اللي انت قلته يا حمدان، تيفالويت انا استفدت ايه من قصه فيو اكس. فانت هتاخد الموضوع بفريش تيك من الاول يعني. فور ذا سيك اوف مايجريشن ممكن تجرب تمايجريت لفيو اكس 4 تقريبا لو هو كومباتبل مع في 3 لمجرد بس ان احنا نرجع الاب يشتغل يا جماعه. بعد كده تشوف بقى ازاي يعني تشيل الحوار ده منه خالص يعني. دي اللي هتبقى نصيحتي الوحيده في الموضوع ده يعني. لكن مفيش مايجريشن ما عندكش ميوتيشنز، ده اوريدي بريكنج تشينج يعني. انت عندك خلاص الموضوع انتهى كده. حاجه تانية برضو كانت يعني مضايقاني هنا يعني حته ان هم اصلا خلوا ان بينيا بقى هو الريكومندد. ده مضايقني شخصيا لان دلوقتي بقى عندك فيو كوميونتي، عندك ناس على جزيره اسمها فيو اكس ومش متابعين الاخبار، مش متابعين اللي بيحصل في الكوميونتي صح، مش بيشوفوا توكس عادي يعني. نص تلات ارباع ديفلوبرز كده ومش لازم يتابعوا الصراحه يعني. مش لازم يعني، هو بيروح يشتغل ويروح البيت خلاص، انت مش عايز اكتر منه كده يعني. لكن في نفس الوقت ان هو دلوقتي فجاه يلاقي ايه ده، هو كله شغال بنيل فاهم يعني. انت ليه عملت السبليت القوي ده في الكوميونتي بتاعك؟ المشكله الموضوع مش اللي هو اللايبراري دي اثبتت نجاحها فعشان كده هنقول ان هي كويسه، مش زي ما بيحصل مثلا يعني. هنا دي حاجه ابقى مهرطق يعني اقول ان رياكت بيعملوها كويس، ان اللايبراري كويسه بتكسب الوحيده، مش بيجي الاوثرز بتوع رياكت يقول لك استعمل دي صح. ده مشكلتي مع الموضوع ده، ان ايفن نيو اجى قال استعملوا دي، طب والناس الثانيه مايجريتوا صح. بس ده هنا فود فور ثوت هنا يعني. لو كان عندنا من الاول رياكتيف بريمتيفز كناش هنحتاج
مايجريت اي حاجه صح بالظبط. ريف رياكتيف بالظبط خلاص فالموضوع بالظبط ان انا بقى انتروديوس لايبراري ولا لا ده اسهل من ان انا امايجريت من library to no library. دي المشكله اللي موجوده هنا مع نص الفيو ابلكيشنز. انا دلوقتي عندي library وعايز اخلص منها عارف ازاي لانك طبعا هتلاقيها داخله في كل حته انت حاجه انت بتعملها. احنا بنتكلم على ستيت كل كومبوننتس كانت بتاكسسها ممكن بتميوتها. طيب خش بقى ايه افصل الكلام ده كله من بعضه بالطريقه المناسبه يعني فده يعني صعب قوي يعني. بس لو هنتكلم بقى ايسوليت بقى النيجاتيفز دي بعيده كده شويه نتكلم عن بينيا ذات نفسها كاي بي اي. انا شايف الاي بي اي بتاعها كويس سمبليفايد جامد جدا عن فيوكس. الميوتيشنز قد تكون كانت مزعجه فطبعا ان انت يبقى عندك حريه اكبر ان انت تعملها كانها هوك حتى يعني انت قلت ان انت بالظبط. فيها بلجن سيستم فاقدر هوك انتو ستاف وفي نفس الوقت فيها alternative way of creating stores انك تديها هوك الهوك دي هتبقى الستور فخلاص فانت الى حد ما انت ممكن تمشي مثلا الاسلوب اللي انا بفضله انك ريف ورياكتيف وخلاص وتعمل الهوكس بتاعتك وتمانج الاكسس كل حاجه. ولما تحتاج لها ديباجنج زي ما حمدان قال عايز تميكس وماتش ما بين الموضوع لما تحتاج ديباجنج خد الفانكشن بتاعتك زي ما هي نفس الاسم وابعتها لبني بس خلاص هو خلاها لك ديباجابل وكل حاجه الموضوع يعني ايه سهل جدا. فده الحلو في بنيا كاي بي اي ان هو اي بي اي سهل بسيط ثين لاير قوي يعني اعتقد هي 7 كيلو بايت. هي كانت بادئه 3 مش عارف ايه اللي خلاها 7 بس يعني هي كانت بادئه 3 كيلو بايت ف7 مش كتير برضو يعني هنتكلم على مش عارف 12 ملي سكند يعني رقم مهطل يعني في البندل سايز. فانك تقول اضيفها عشان امبروف ديفلوبر اكسبيرينس ممكن اقول لك مشاكلك مش يعني. هقول لك مش هقول لك لا ال 12 كيلو بايت دي اللي هتنزلك بجوجل لايت هاوس والجو ده يعني لا انت غالبا عندك صوره انت مش مبتميزها روح اتسلى فيها احسن يعني يعني ف بس انا حاسس ان انا كنت اول اوفر ذا بليس شويه ان انا لان الموضوع فعلا ملخبط انا ما اشتغلش بيه الصراحه فما عنديش واقع خبره فعلا ان انا اجيب بينيا واستعملها. واضح ان ناصر في نفس المركب برضه اللي هو معرف شغال اهو حلو ايه المشكله يعني ف وده لحد ما يعني ريفلكتد معايا برضه في شغل الاوبن سورس اللي هو انا عايز اعمل لايبرري ريف ورياكتيف واكسبوزر للناس وشكرا. محدش اشتكى محدش قال لك البتاع دي احنا عايزين مانج ذا اكسس احنا عايزين مش عارف ايه عايز مانج ذا اكسس هو ريد اونلي انبسط صح. الموضوع سهل جدا 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 اللي هو اللايبرري اوثرز بقوا اخيرا يقدروا يبيلدوا ستورز للديفلوبرز انهم يستعملوه يعني مثلا في فاليديت دلوقتي انا بعتبرها فورم ستور هي مش فاليديشن بس هي بقت فورم ستور دلوقتي. ولايبرريز كتير بقى اتحولت للشكل ده زي الاي 18 ان بتاع ترانسليشنز كلهم اتحولوا لستور لايك بيهيفير ان انت بعدوا عن كومبوننت لايك بيهيفير بقوا ستور لايك بيهيفير. فده انيبلد باي كومبوزيشن اي بي اي والرياكتيف بريميتيفز كل الحاجات اللي احنا كنا قاعدين نتكلم عليها في الحلقات اللي فاتت دي يعني ده كله نتيجه للي فات ده. بينيا ما نجحتش الا بسبب ان الناس بدات تفضل الرياكتيف بريميتيفز بس خسرت الديباجنج. طيب ازاي نرجع لهم الديباجنج بالثين لاير ده او بالاي بي اي بالشكل ده يعني بس يعني انا يعني دي البوينت بتاعتي وحابب اعرف حد عنده افكار تانية ولا يعني انا متفق معاك يعني موضوع بس متفق معاك في النيجاتيف بوينت يعني متفق معاك كده في البوزيتيف بوينت متفق معاك كمان في النيجاتيف بوينت على فكره ان يعني كنا لسه بنتكلم كمان قبل الحلقه على فكره ان لسه ستيل الداونلودز بتاع فيو اكس حتى مع الاوفيشال اناونسمنت ان هي مش هي الاوفيشال ستيت مانجمنت لسه عالي او لسه ستيل هي اكبر كمان من بيني يعني فكره بس اللي هو تشوزنج القرار بتاعه المايجريشن ولا تعالى بقول لك ايه تعالى مايجريت من فيو اكس لرياكتيف بريمتيفز على طول الديسيشن محتاج تاخده الديسيشن محتاج تاخده والديسيشن محتاج تيفالويت الستيب بتاعتك بالظبط لان انت فعلا قرار ان انت تقول خلاص انا همجري كل حاجه البينيا وهستخدم بينيا كده اوت اوف بوكس يعني اوت اوف بوكس في كل حاجه حاسسها يعني ادفانس برضه كمان على الستيب بتاعت الابلكيشن بتاعتك في ابلكيشنز السايز بتاعها او السبيد نوعا كمان او الفيلوسيتي بتاعت الديفلوبمنت فيه عالي قوي ففكره قرار ان انا اقف واسويتش دي برضه من الحاجات اللي يعني بتاخد وقت والتيكينج ديسيشن دوت بيبقى نوعا ما طف بس يعني حاسس بس دي البوينت اللي عندي في حته بس موضوع بيني بس كده نصر. هو اجريد كده يعني فكره ان فيو اكس هي مش حاجه جديده. هي فيو اكس
طالعه بقالها سنين كتير، في ابلكيشنز كتير وبرودكتس كتير وديفلوبمنت اورز كتير اتحطت في ان الناس بتبيلد برودكتس كامله بفيو اكس. ف ان احنا فجاه نبقى بنشفت كلنا البينيا، هي بينيا برضو ما قعدتش نص الوقت او ربع الوقت اللي قعدته في يو اكس، فاهم؟ ففكره ان احنا نبقى بنسويتش كل الكلام ده، لا هو كده كده دي مش حاجه بتخلص في يوم وليله. يعني انا متخيل الستورز في انستا باك هي كانت مستخدمه بشده جدا، ومفيش طريقه غير ان انت فعلا تكتب الستورز دي كلها من اول وجديد. يعني انت الموضوع مش مجرد انك هتابديت مثلا كام اي بي اي، لا هو انت هتابديت كل الستورز وكل الاماكن اللي بتستخدم كل الستورز دي. فده محتاج ان احنا خلاص احنا هنوقف شغل فعلا كام شهر، هنقعد نابديت كل الحاجات دي. فهو مايجريت. الفكره بالظبط. فلا دي حاجه مش حاجه سهله يعني انها تتعمل. منطقي ان كده كده الناس تفضل تستخدم فيو اكس حبه حلوين، وان الريت بتاع الناس بتادبت الدنيا ده هيبقى يعني بيزيد مع الوقت، بس ستيل بصعوبه. انا فاكر ان الجايد بتاع المايجريشن بتاع بينيا لفيو اكس، يعني انا حسيته ان هو سيمبل، ما اعرفش، انا حاسس ان هو سيمبل كانترفيس، ولكن حاسس ان هو يعني خداع كمظهر من بره. بس اللي كان قلقني في الموضوع هو السكيل اكتر منه يعني الاكتشوال مايجريشن. بس هو ات سيمز ان هو بيقول لك ايه، ريبليس دي حط دي بس، عوض بيهز راسه. فانا حاسس ان هو يعني ديس اجري على البوينت دي. بس ان جنرال هو كده كده، يعني زي ما كنا بنتكلم، هو تاف ديسيشن محتاج تفكر قبل ما تاخده. وقد ايه برضه فيو ستيل هتمنتين ده، لان هي فيو في الاخر قال لك ان فيو اكس احنا ما شلناهاش، احنا حطيناها في المينتنس مود مش هنزود فيتشرز بس هنخليها. نفس الكلام اللي جوجل قالته لما كانت بتتكلم على انجلر جي اس، بقول لك ايه، انا هخليها في مينتنس، هطلع انجلر، اوعدك اكمل مينتنس فيها. وجي من قريب قال لك انت بقول لك ايه، ولا حتى انت سكيورتي عارف باتشز هتنزل. اه انت يعني عارف ما فيش خلاص حتى ان دي سكيورتي بدايه باتشز. النهايه خلاص. يعني انت لما بتسمع اه الكلام بالظبط خلاص يعني. بالظبط. فانا كديفلوبر ممكن اخد القرار ان انا استيب الاب بتاعي على فيو اكس. انا قلقان، يعني انا ما اعرفش قد ايه انت ستيل هتقرر تمنتينت، وممكن ات سام بوينت تقرر تدروب المينتنس ده وتقول لك بقول لك ايه، يعني اللي عايز يستخدمها براحته، غير كده وقف وروح مايجريت. فاتمنى يا تمايجريت بسرعه، يعني مايجريت بسرعه، يا يعني ايه، يستلم في مينتنس للموضوع يعني. وانا حاسس ان الموضوع ده يعني بيكستند. يعني اتفضل. لا معلش، كنت يعني حته ان انت ناخد وقت من الشغل عشان نمايجريت الحاجه زي كده. الناس بتفتكر ان الشركه بتاعتي وحشه، مش مخلياني، مش مدياني اسبوعين ولا 3 شهور ان انا مايجريت لايبرري. طيب مين يعني راتبك بيجي من حاجه صح؟ اكيد مم. مش من دي. ممكن بعدين، بس مش من حاليا، مش من دي. فده اللي الناس ممكن الديفلوبرز بالذات اللي في الاول بينسوه، ان انت في بيزنس، والبيزنس محتاج يميك ماني صح، عشان مم. يديك راتبك في الاخر، عشان ما يتعملكش لي اوف صح. يعني فاهم يعني موضوع كبير يعني. فان انت تقعد تضيع وقت، لان ده حصل كتير في الاندستري بتاعتنا. يعني بلاش، يعني بلاش اكزامبلز من مصر، احنا وحشين يعني. هات اكزامبلز من بره. في الايكو سيستم كان اسمه روم المفروض يطلع صح، فاكرين القصه دي؟ بدل بابل يعني. فكان المفروض تعمل لك لينتنج وبارسنج والكلام ده، وكانت مكتوبه ان تايب سكريبت، كانت شغاله زي الفل وخلاص. الناس بقت البتاعه دي لما تطلع فيرجن 1 الكوكب كله هيشتغل بيها. فاجى حد فيهم وقال لك احنا مايجريت لراست عشان اسرع. بعد شهرين فلسوا آه. والتول وقفت. فحتى ناس شغالين شغلتهم يشتغلوا على اوبن سورس، شغلتهم يشتغلوا على تولز للديفلوبرز، دي شغلتهم، ما عرفوش يجيبوا لنفسهم وقت انهم يريفاكتوروا، ويعني وفي نفس الوقت يدوك تول احسن. رغم ان ده ممكن يكون اسوشيتد اكتر بالبيزنس موديل بتاعهم، لكن انت لو فكرت فيوكس هيعمل ايه للاند كاستمر بتاعك لو انت اي كوميرس؟ ما انت تحول لفيوكس بينيا. نفس الحاجه. ما هو بالنسبه هو ما شافش حاجه، شاف الكارت مم. شغاله، ممكن هيشوفها ما عادش شغاله لو انت ما عندكش تستات يعني. اوكي. ده اللي حصل يعني، ده اللي هيحصل يعني. فالحوار ده مخيف. وانا يعني انا شايف لو انت عندك ابلكيشن شغال بفيو 2 وفي انفولفمنت كتير بيحصل فيه يعني، وفي نفس الوقت هو ابلكيشن من نوع ان انت مثلا سوفت وير هاوس والكلام ده، رايي المتواضع ما تمايجريتوش. هو شغال سيبه شغال. طبعا الديفلوبمنت كوست هتبقى اكبر، لان هتجيب ديفلوبرز جداد هيبقوا مثلا متعلمين فيو 3 اكتر، فهيلاقوا فيو 2 صح، وهيبقوا خلاص بقى بيدوروا على النت على الحاجات فروق ما بينهم، هيبقى الموضوع مش لطيف خالص يعني. بس لو دي كوست البيزنس يقدر يتحملها، هي احسن من الكوست ان انت ما تعملش اي حاجه لمده مش عارف شهر
2 على حسب يعني المايجريشن اللي انت اتكلمت عليه هيكون سهل لو انت بتستعمل اوبشنز اي بي اي وبتمايجريت الاوبشنز اي بي اي بالظبط. الى حد ما. بالظبط. لكن لو انت ناوي تخش بالكومبوزيشن اي بي اي لا، مع السلامه ساعتها هتتعب جامد يعني. بالظبط. فنصر انت كنت عايز تقول حاجه؟ انا كنت بتكلم برضو في بوينت ان حمدان كان بيقول لينا افتكر اول ان تاني هو ولا اول تاني؟ لا تمام ان هو انت كديفلوبر انت خايف تكمل شغل بفيو اكس علشان انت مش ضامنها. انت ممكن تيجي في يوم من الايام تلاقي ان هي خلاص ما بقتش سبورتد اني مور، ما ينزلهاش باتشز او اي حاجه. فانا كنت بقول لك حاسس ان هو برضو الموضوع ده بيكستند وبقى يحصل مؤخرا في اكتر من حاجه. يعني انا مثلا دلوقتي انا كديفلوبر انا مقلق من اوبشنز اي بي اي عامه. فاهم قصدي؟ اللي هو انا حاسس ان هو يعني حاجه زي الفيبر مود هو ما جه قال لك فعلا هو مش سبورتد للاوبشنز اي بي اي كله. فانا الابلكيشن كله عندي اوبشنز اي بي اي، فلا يعني انا محتاج حاجه زي كده هبتدي اكتب كل حاجه من اول وجديد بكومبوزيشن اي بي اي. وانت لو بتمايجريت برضه من فيو اكس لبينيا فانت مش يعني ما تمايجريتش بقى لاوبشنز اي بي اي، يعني مايجريت بالظبط. للكومبوزيشن اي بي اي. فهو في حاجات كتير قوي بتتغير مره واحده، ففي حاجات كتير مش مضمونه الفتره دي بصراحه. الحوار المايجريشن ده يعني مش عارف هو في فيو كوميدي شويه ولا يعني انا حاسس طبعا كل فريم ورك كان حاسس ليه قصته. يعني انجلر يعني ده الهاي بار بتاعت ازاي تبهدل الكوميونتي بتاعك يعني. بس يعني فيو الى حد ما كان على وشك يعمل حاجه زي كده يعني اعتقد احنا هنتكلم الحلقه الجايه في المايجريشن اكتر، نطلع فيه القطط الفطسانه كلها يعني. بس يمكن يعني اللي هنا كان حاسه هيبقى احسن لو اتعمل او ان هو خلوا بنيا هو فيو اكس 5 صح كاسما كده، على الاقل الناس مش هتدور على اسماء جديده. حلو. واعمل مايجريشن تول توريك ازاي تمايجريت من ستايل ده لستايل ده. انجلر بيعملها على طول يعني سيل لاي تول بترنها على الكود بتاعك يقول لك دي هتبقى دي هتبقى دي هتبقى دي. موضوع سهل جدا يعني. طبعا ده معناه ان في واحد عشان الفيو جي اس كوميونتي طبعا مش باكت باي كومباني او اي حاجه زي كده، فده معناه ان في حد لازم يقعد يعمل الحاجات دي. بس اعمل تول واي نوت احسن من ان احنا نفرق الكوميونتي ويبقى واحد شغال على فيو اكس اللي هو خلاص ضربوه بالنار وسايبينه يحتضر صح يعني، سايبينه يفضي دمه يعني. بس يعني الموضوع مش موضوع بيضحك بالنسبه لي يعني. انا كنت قاعد كده بشوف فيو اكس وبينيا، طيب انا عندي مشكله هنا ان ده اللي عمل ده كورتين منبر واللي عمل ده كورتين منبر وانا قاعد بتفرج من بعيد كده يعني اللي هو طيب مين هما بيحاربوا بعض دلوقتي ولا ايه اللي حصل؟ بعد كده فجاه بينيا هو اللي بقى عشان ده ليه ده بدا يبطل ابديتس. قلت طيب خلاص ما دام الكوميتس هنا بطئت في حد هيتقص يعني. في حد كسب بالظبط. ده يمكن هي نقطه سلبيه بس مش كبيره. انا شايف ان انت ده هنقوله اكتر في حاله المايجريشن. العائق الاكبر انك تمايجريت من الاوبشنز والكومبوزيشن والايكو سيستم كله، مش بالضروره الستيت مانجمنت من هنا لهنا، لان مش دي اول مشكله يعني. فخلينا نتكلم على ده في حلقه تانية. بس انا حابب مثلا هنا في حاجه انا كاتبها من اول حلقه وحابب مثلا ان احنا يعني حاجه سريعه كده في الستيت مانجمنت. انت لما تجيب ستيت مانجمنت سولوشن او بتقرر ان تو كومبوننتس خلاص هيشيروا الستيت صح، ده بينتروديوس الدي اكس بروبلمز اللي احنا قلنا عليها كلها صح. مين اللي ميوتيت الستيت، ديباجنج اللي مش عارف ايه، انهي لايبراري بكها. يعني ممكن يعني مثلا رياكت احنا بنقول دلوقتي على الاقل فيو عندنا 2 لايبراري، رياكت عندهم 5 وكل شويه واحده بتكسب الترند وتطلع. طب الناس بقى تقعد مايجريت من واحده للثانيه طول الوقت ولا ايه؟ مش الموضوع ما بيمشيش كده يعني. انا عايز الناس تبقى يعني اللي عايز اقوله هنا اكتر ان انت لما بتجيب ستيت مانجمنت سولوشن فانت في ساكرفايس بتتعمل عشان بيتر دي اكس. الساكرفايس دي ممكن تكون انت بتعقد الدنيا على نفسك شويه. دلوقتي عندك يعني في نقطه بقى دي اللي بقى كنت عايز ادخلنا فيها يعني، فكرتها دلوقتي اخيرا. انت لما بمجرد ما بتintroduce ستيت مانجمنت للكومبوننت بتبقى اصعب يمكن 10 مرات في التستنج مثلا. حقيقة بالظبط صح انت ما بقاش اوتوماتيك كومبوننت فاهم اللي هو مقفول على دلوقتي بعضه خلاص. بالظبط. دي بترجع لنقطه اللي هي البيور فانكشنز، اللي هي البيور فانكشن بتوبريت على الارجيومنتس الباست بس ما فيهاش اي كونستنت، ما فيهاش اي لوكال ستيت، ما فيهاش سايد افكتس والجو ده زي ده كله. ممكن يبقى فيها لوكال ستيت بس ما فيهاش سايد افكتس. الكومبوننتس نفس القصه، لو كومبوننت تاخد بروبس وبتتعامل مع البروبس اللي جايه لها وخلاص دي سهله جدا في التست. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على ستور
بيتزحلق كده من تحت الترابيزه يعني، فمحدش شايفه. فانت دلوقتي التستنج مشكله كبيره هنا يعني. انا يمكن ده اللي كرهني في التستنج الصراحه. يعني انا دلوقتي طيب فاهم يعني في بدايه ممكن الكارير بتاعي بالفيو جي اس او عموما يعني في الفرونت اند. طيب عملنا ستور وعملنا الاركتكشر المثالي، يلا بقى ايه نقفل على الموضوع ده كله ونعمل تيست. مثلا انا بتست اي كوميرس ابلكيشن، فلقيت ان انا اوكي هموك اليوزر ستور، هموك الكارت ستور، هموك مش عارف ايه تاني اللي انا عامله بالشير الستيت، هموك الثيم. انا مش عارف ليه عندي ثيم في الاي كوميرس بس عندي، هموك مش عارف. لقيت نفسي بموك 5 حاجات غير الاي بي اي اللي لسه هموكه. كل ده عشان ابدا اتست بوتون مش عارف بيعمل ايه، بالظبط، بيضيف عشان للكارت مثلا بوتون. تلاقي ان الزرار مثلا مكتوب فيه خلاص ادي تو كارت اوريدي، لو تبقى بالظبط. تشيك كلمه. فهي كده يعني يعني بالذات التستنج، يعني التستنج بالذات، وهنا بتكلم عن الاوتوميتد تيستنج، اليونت تيست وجميع انواع التيست، بتبقى اصعب 20,000 مره بسبب ان انت بس دخلت شيرد ستيت، لانها دلوقتي ما عادتش اكسبليسيت انبوت للكومبوننت تقدر تباسه صح من بره وخلاص. يعني كومبوننتس بتاعت الديزاين سيستم مثلا، اللي هي الانبوتس بتاعتك، الثيم كومبوننتس بتاعتك، دي اسهل كومبوننتس بتتست صح، لان هي بتجي لها بروبس مالهاش اكسس على اي كونتكست، يعني مالهاش دعوه حتى بالكرنت يوزر، المفروض مالهاش اكسس. يعني لو كرنت يوزر اسمه احمد هتبقى لونها احمر مثلا، يعني فاهم يعني مش مفيش حاجه هتعمل كده يعني. لو حد بيبيلد حاجه كده زي كده يبعتها لنا يعني عشان نعرف اليوز كيس. بس يعني ما بشوفش حاجه زي كده خالص، ما شفتش. ممكن اشوف بس ما شفتش. لكن التستنج فعلا يعني كرهني فعلا في التستنج. يعني التستنج كان عقده بالنسبه لي بسبب انا هقعد اموك اكتر ما اقعد اكتب التست ذات نفسه، وكل كومبوننت غير كومبوننت تاني. دلوقتي انت اوكي احنا تستينا الهيدر، تعال نتست السايد بار، ده محتاج 2 موكس كمان غير الموكس اللي كانت هناك. طيب نزودها، فاهم؟ فانت هتلاقي نفسك بتكتب لايبراري اوف موكس كده عشان تست 5 سطور ولا سطرين ولا مش عارف. موضوع محبط جدا يعني. خلي ده حلقه التستنج لان دي انا الحلقه كنت اللي اقول لك هنعيط كده، فيها اكتر حاجه. كنت اقول لك كده. اه هنفتح كلام كتير. بس دي السكرفايس انا شايفها. انت لما بتدخل فور بيتر دي اكس انت برضو ما بتاخدش بالك من، فاهم يعني، بتجيلك من الناحيه التانية وتقول لك التست بقى اصعب دلوقتي. يعني دي حاجه الناس تخلي بالها منها. بس حد عنده حاجه يضيفها في السيت مانجمنت؟ اعتقد هنرجع لها تاني، الموضوع بيتطور بسرعه. يعني تمام. بس انا بالنسبه لي تمام. انا حاسس ان يعني تمام. ما هي الموضوع كبير وفي نفس الوقت انا حاسس ان احنا برضو ناقشنا في حاجات كتير يعني غطينا جزء كبير جدا من مشاكلها مساوئها، وفي نفس الوقت يعني الديسيجن بتاع الديفلوبر في الاخر. لو انت اتاكد انت محتاج ستيت مانجمنت شكله عامل ازاي، لان دلوقتي في فيو جي اس عندك التولز تبيلد الشكل اللي يعجبك. بالظبط. اي شكل يعجبك تقدر تبيلد بيه، سواء لايبراري في حد عملها لك قبل كده. يعني احنا ما اتكلمناش حتى على اللايبريز الثانيه زي الفيو ار ام مثلا. لو واحد قال لك لا احنا هنعمل لك داتابيس ستور مانجمنت، داتابيس ستايل وير وسورت اوردر باي والجو ده كله، انا شايف لا بس قشطه يعني مش محتاج. يعني انت بتبيلد ايه عشان تحتاج حاجه زي كده؟ بس يعني من غير ما نخوض في حاجات زي كده، الموضوع كله تحت يعني تحت سيطرتك انت الديفلوبر. انت تحدد انت محتاج ده ولا لا، وما تحتاج يعني ما تنجرفش ورا قصه الكومبلكس. في ناس بتحب تكومبليكيت الحاجه عشان يبان انها عندها سولوشن بسيط ونضيف صح. لا انا بقول لك احنا شغالين بريفس وبنشقطهم لبعض في الكومبوننتس يعني، وزي الفل، وبرودكشن اب وكاستمر شغالين وكل حاجه. وانا واحد شغال بفيو بقالي كتير يعني، وبقول لك ده كومبليتلي فاين. ده يعني ده الديفولت. لما تحتاج حاجه سبيشال هات حاجه سبيشال. ف بس خلينا نختم هنا، وان شاء الله الاسبوع الجاي موضوع جديد. مع مع السلامه. السلامه، باي باي. سلام.